السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ احلى اخوات في الدنيا، وحشتوني جدا. احلى اخوات واحلى عيلة واحلى صحاب وكل حاجة. النهاردة بقى جايه لكم بوصفة حلوة. هنعمل ايه؟ كنافة بالقشطة، عشان الاستاذ معتز جوز اختي بيتوحم عليها. فهنعمل له كنافة بالقشطة ويا رب الطريقة ايه تعجبكم. هنعملها بالقشطة الكدابة زي ما بيقولوا. هبتدي الاول بالشربات، لان ايه لازم الشربات يبقى على الاقل دافي. تمام. فهعمل ايه؟ هجيب حلة او كزرولة، بس انا ايه هعمل في حلة عشان هعمل كيلو، علشان هاخد منه للكنافة، والباقي هشيله هعمل بيه ايه زلابية، هبقى اعملها معاكم برضو. فطبعا انتوا عارفين ان الكنافة والزلابية طبعا بيحبوا ايه الشربات التقيل. فانا هعمل شربات تقيل. هعمل ايه كيلو سكر. تمام. هعايره الاول بالكوباية دي عشان اشوفه هيطلع كام كوباية، عشان على اساسه هحط المية. ادي كده واحدة. بصوا بقى يا بنات، هنحط كده الكوباية التانية. بصوا بقى يا بنات، هو طلع 4، والشوية الصغيرين خالص دول ما يجوش حتى ايه ربع كوباية. تمام. هنحط بقى على ال4 دول ايه. هحط مية. تمام. هحط 3 كوبايات. دي كده واحدة. هحط ايه 3. تمام. هكمل بس الكوباية دي واجيلكوا تاني. اهو بصوا يا بنات، حطينا كده ايه 3 كوبايات. وهحط بقى الحلة دي على النار. تمام. ومش هحط معلقة فيها لحد ما الاقي السكر دايب الى حد ما، عشان ما عشان الناس اللي بتشتكي ان الشربات بيسكر منها، بيسكر بسبب كده ان انتوا بتقلبوه، بتحاولوا تدوبوا السكر. تمام. وهو ايه لسه ما دبش، فما ينفعش. انت لازم تسيبيه كده هو يغلي مع نفسه ويدوب مع نفسه. اول ما يدوب هتنزلي بنص ليمونه كبيره او ليمونه. تمام. وهتبتدي بقى تقلبيه، وهتسيبيه لحد ايه لحد ما يتقل معاكي. وبعد كده بعد بقى ما يتقل وتقفلي عليه، هتقومي حاطه معلقتين كبار عسل ابيض وواحده فانيليا، وتقلبي. العسل الابيض ده بيخليه يقعد معاكي فتره طويله من غير ما يسكر، والفانيليا ما تحطهاش وهو على النار عشان ايه ما تمررش معاكي. بعد ما يخلص حطي ايه واحده فانيليا. ادي كده ايه الشربات. هنشوف بقى الخطوه التانية هنعمل ايه. بصوا بقى يا بنات هنعمل ايه. جبنا هنا حله. تمام. وهنولع النار، وهنحط كوبايه لبن كبيره اهي. وهندوب في كوباية اللبن دي 3 معالق نشا. هندوبهم بقى ايه مع بعض. بصوا بقى يا بنات، اول ما تتقل ويبقى قوامها كده كريمي، هنعمل ايه بقى؟ هننزل بعلبة قشطة. هي علبة القشطة دي يا دوب معلقتين كبار. تمام. هننزل بقى بيهم كده. وهنقلبها كويس جدا. بصوا بقى يا بنات، لما قلبناها مع بعض كده، بصوا قوامها حلو ازاي. و لو عايزين تحطوا سكر حطوا، بس انا من رايي ما تحطوش، عشان هي ايه اسمها ايه قشطه كدابه، فالقشطه ما تبقاش مسكره يا بنات. فانا من رايي ما تحطوش، بس على حسب الرغبه. انتوا عايزين تحطوا حطوا، انا عن نفسي انا ما حطيتش. المهم انا كده قفلت عليها، وتعالوا بقى نشوف ايه معانا مقادير الكنافه.
احنا كده بقى خلصنا مع بعض الشربات على النار اهو هناك، تمام. مش عارفه شايفينه ولا لا، بس اهو. وخلصنا القشطه مع بعض. ندخل بقى ايه على مقادير الكنافه. معايا بقى هنا نص كيلو كنافه اهي متفرزه، وايه ومضروبه في الكبه او بايدك. انا عملتها بايدي والله عشان الكبه بتاعتي باظت مش عارفه ايه اللي حصل لها. تمام. انا بحب عموما، هي دي كانت عندي في الفريزر، تمام. بس انا بحب عموما في اي وقت اجي اعمل فيه كنافه اجيبها من قبلها بيوم واحطها في الفريزر واطلعها وافتتها بالشكل ايه اللي انتوا شايفينه ده عشان تبقى حلوه معانا، تمام. ومعانا هنا اهي كوبايه سمنه اهي، تمام، كوبايه. ونفس الكوبايه سكر بودر. هنعمل بقى ايه، هنحط هنا على الكنافه السمنه ونبسها كويس. هنحط السكر، تمام. وهنحط كمان السمنه الكوبايه، تمام. ونبسها كويس علشان السكر يبقى ماسك في الكنافه ما يوقعش. هنشوف دلوقتي مع بعض يعني. كده احنا حطينا السكر اهو، وهنحط السمنه، تمام. وهبتدي ابسها بايدي كويس. انا طبعا غاسله ايدي، بس مش ينفع بمعلقه ولا حاجه، لازم تتبس ايه بالايد كويس عشان كلها تتشرب ايه السمنه. بصوا بقى يا بنات، بسينا هنا الكنافه ازاي بالسكر بالسمنه. بصوا بصوا اهي. انا بسيح دلوقتي سمنه علشان خاطر هدهن الصينيه دي كويس جدا بالسمنه. بصوا بقى يا بنات، بفضي سمنه هنا، تمام. وهدهن الصينيه كويس جدا بالجناب سمنه. هدهنها كويس جدا قبل ما احط ايه الكنافه. معلش بقى يا جماعه الدوشه، بس الاستاذه ملك جايه تقرفني وتزن وصوتها عالي. يلا معلش هنستحملها. بصوا بقى يا بنات، دهنا الصينيه كويس جدا اهي، تمام. هنجيب بقى نص الكنافه وهنفضيها هنا. بس اهم حاجه تبقوا مالين القاع كله الجناب عشان خاطر القشطه ما تطلعش تتحرق، والقاع ذات نفسه يتملي كويس عشان برضو القشطه تنزلش من تحت تتحرق، تمام. هوريكم برضو شكلها دلوقتي. بصوا بقى يا بنات، بصوا عملنا حروف ازاي، شايفين؟ عملنا حروف للصينيه كلها اهي. وعلشان خاطر نساوي دي كويس اللي في القاع هنا، علشان انا مش بعرف اسويها بايدي كويس لان ايدي عندي مشكله في ايدي تعباني وكده. هجيب صينيه اصغر منها وهحطها كده وهدوس عليها كويس من كل ايه الجناب علشان تسويلي القاع كويس جدا. بصوا بقى اهي، بصوا بقى شكلها حلو ازاي. ثواني ابينها لكم اكتر اهي، شايفين؟ هجيب بقى القشطه وهحطها. بصوا بقى يا بنات، هفضي القشطه هنا، تمام اهي. اهو تمام. هفردها بقى كويس جدا. بصوا يا بنات، فضينا القشطه اهي كويس. هنجيب بقى نص الكنافه التاني وهنحطها من على الوش. بصوا بقى يا بنات، فضينا الطبقه التانية من الكنافه وما تدوسيش جامد، هندوس كده بالراحه اللي هو زي ما تكوني بتطبطبي على حاجه عشان بس ايه القشطه ما تطلعش ايه بره، تمام. هتدوسي كده بالراحه. وبعدين هنشوف بقى دلوقتي هنعمل ايه. بصوا بقى يا جماعه، انا كده سويتها اهي كويس. هنحط بقى ايه سمنه على الوش، تمام.
وهندخلها فرن سخن على درجة حرارة 200 لحد ايه ما تتحمر من تحت وفوق. لو لقيتي من فوق ما اتحمرتش كويس افتحي عليها الشواية هتتحمر كويس. بصوا بقى يا بنات، ده شكلها اهو بعد ما طلعت تمام اهي. هعمل بقى ايه؟ بسم الله. هنسقيها كده شربات من الناحية دي. وهستنى لما تشرب الشربات ده وهقلبها بقى على الوش التاني عشان اسقيها برضو ايه من تحت شويه. بصوا بقى يا بنات، بصوا ما شاء الله. بصوا انا جيت اسقيها شربات تاني من فوق هنا لقيتها بصوا طريه خالص، مش محتاجه. ما شاء الله جميله. شايفين الشكل؟ يا رب بقى وصفه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هتوحشوني. باي باي. بصوا بقى يا بنات، بصوا شكلها تحفه اهي. شايفين بقى كمان من جوه شكلها جميل جدا.